قشور الرمان صباغة طبيعية وكيغذي البصيلة ديال الشعر وكيزيد الكثافة. السواك كذلك هو مثال مقوي ثروة الشعر وكيغذي حتى الشعر كيغذيه مزيان. السواك علاش ملي كنديروه في الفم ديالنا كتحسي باللحم ديال فمك كيتجمع، ونقولوا كنكمضوا به الفم. وزيد اتاي فيه كافيين ومقوي. الشاي غني بمضادات الاكسده، فيه الكافيين كي قلت، ومغذي ومقوي للشعر. الشاي الاخضر. بالنسبه للمكون اللي غنديرو معاهم هي القهوه اللي تطلع ماشي القهوه ديال سريع الذوبان، لا، القهوه اللي كان العاديه ما فيها لا عطيه لا عاديه، قهوه عاديه. عندنا معلقه حتى هي منها، هذه المعلقه حتى عندي صغيره داكشي كان معلقه كبيره. ايوا شوفوا القهوه شنو الفوائد ديالها، حتى هي لون وصحه للشعر، معتانه للشعر، تساقط الشعر كتوقفو. ولكن هاد الوصفه ماشي ديروها مره جوج وتحبسوا، لا، اي وصفه راها كتبغي تبقى ديرها وتعاودها. كنحركو هادشي مزيان وكنديرو فوق البوطه يغلى ونغطيوه، نخليوه يتغطى باش هداك الشيء تاعو ما يطلعش، يبقى فيه الداخل يتغطى. القهوه كتحفز الدورة الدمويه وبالبصيلات الشعر وكتعطيه لون طبيعي. القهوه العاديه هذه غنديرهم فوق البوطه وغادي نغطيوهم غير يغلاو شويه نحيدوهم. ها هو طبخ مزيان، غادي تصفى هنا، نصفيه هنايا. غيتصفى غتخليوه حتى يبرد، غتخليوه على جنب حتى يبرد. انا غنقول لكم ثاني اشنو المكونات اللي غديروا. غير تبداو هاد الوصفه دقه بدقه. ها هو هنا حتى يبرد، نشرب مويها. الحمد لله. غادي ناخدو زلافه اخرى، ناخدو قهوه سريعه الذوبان، اي قهوه عندكم سريعه الذوبان، معلقه منها، معلقه ديال الكاكاو، معلقه هذه حيت صغيره. تعرفوا المكونات اللي فيها الفوائد اللي في الكاكاو، لون وتغذيه كلشي ما يخطر لكم على بالكم. انا غنعطيكم دابا المكونات، نتوما دخلوا تقلبوا. واخا كنقول لكم انا مايزينا نشا معلقه كومبومبي، معلقه كبيره. واخا غنقول لكم انا هذا الفوائد والمنفعه ديالها، ولكن دخلوا نتوما قلبوا وتبعوا الوصفه دقه بدقه، حيت عن تجربه هذه. انا ما كنساليش ندير الوصفات وصافي والله، حيت هادشي كلشي مجربه انا، ولا ما كنتش مجربه انا مجربه الناس كنعرفهم مزيان. كيجربوه في بناتهم فيهم هما نيت. المهم هذيك القهوه توركوا عليها حتى تذوب، ما تبقاش هكاك حبوب. هذا ملي تيبرد كنزيدوه المحلول كامل كيتزاد، وغادي نرجعو نخلطو مزيان بحال هكا
وغادي نرجعوه فوق الكاسرونه حتى يولي بحال الكريمه مع ديك النشا. غادي يعقد شويه. هاد الوصفه ماشي الشعر اللي مسبوغ تيكون مسبوغ وفيه ليميش وداكشي وبغيتوها تخرج لكم في النهار الاول. لا، انا قلت لكم اي وصفه راه ماشي كتخرج من المره الاولى، لا، مع المده. الا كتقلبوا على اللون البني المغلوق اللي كيضرك شي كيضرك بدا اصلا، ومازال غادي تزيدوا فيها مواد اخرى انتم معايا باش تشوفوهم. نرجعوا الكاسرونه ونديروها فوق البوطه. هانتوما كتولي بحال هكا كريمي. شتو ملي تديروها فوق البوطه عينكم عليها ويدكم، ما تحيدوش عينكم ويدكم دغيا. نحيدوها من هنا نكبوها في هذه، نخليوها تبرد حتى تبرد شويه. ما تبردش بزاف الوصفه هذه، ما تبردش بزاف. هذا نزيدو لها 2 معالق ديال الحنه هذه الحنه ولا تاع العبار اللي كنتو تعرفون مزيان. انا ما كنشكل تاع العبار، كناخذ ديما هذه. الحنه راه مقويه للشعر. ما يمكنش شي وصفه يكذب عليك الكذاب، شي وصفه كتدار كتصبغ الشعر بلا حنه، ما كايناش هذه. اي وصفه طبيعيه ديال صباغه الشعر كتكون فيها الحنه، الا داروا فيها داك الاكسجين. الحنه ما هي كتنشف الشعر، ولكن الا زدنا معها زيت الزيتون ولا زيت الكوكو، اللي عنده زيت الكوكو يديروا زيت الزيتون هذا محيد منه الملحه، كتغليوه شويه كتحيد منه الملحه. كنديروا 2 معالق ديال زيت الزيتون، وكنزيدوا باش البروتين. باش غنديروا البروتين غنزيد واحد البيضه بلديه، اما بلديه ولا روميه، غير الصفر ديالها المح ديالها. البيض ما كنديروش، حيت البيض كيدير الزفوره بزاف في الشعر. ما واخا تديري شامبوان بزاف ما كتحيدش الزفوره. البيض كتخليوه ديروه على جنب، كتاخذ واحد المعلقه صغيره من هذه شويه صغيره، معلقه ديال زريعه الكتان ومعلقه ديال الشوفان يكونوا مطحونين مزيان. كديروا مع داك البيض تاع البيض، كديروا بهم تشدوا بهم البشره تاع طبقوا على وجهكم، كتشد البشره مزيان. هذا الشيء اللي كاين. صلاه على النبي. هذه هي الوصفه تاعتنا، هي هذه. مديروش البيض، ديروا غير الصفر بوحدو. هذا تديروه اللي قلت لكم معلقه صغيره ديال زريعه الكتان ومعلقه ديال الشوفان، ونطبقوه على الوجه تاعنا كيشد البشره مزيان. هذاك زيت الزيتون ولا زيت الكوك والصفر ديال البيضه البروتين ما كيخليش الشعر ينشف، مقوي وبزاف الحوايج، مغذي لثروه الشعر الراس. قبل ما ديروا هذيك الحنه الا بغيتو ديروا هاد سميتو ديروا بحال ديروا على 2 خطرات ولا 3، نقصوا من ديروا في شي قرعه ولا شي حاجه بحال هكا مغطيه، وديروها في الثلاجه. ملي كتشوفوها كتبداو ديروا فيها الحنه وديروا فيها زيت الزيتون والصفر ديال البيضه وكتطبقوها على شعركم. قلت لكم الوصفه مع التجديد، الوصفه كل خطره كتجدوها، كل سيمانه كتعاودوها، هي باش كتخرج لكم الوصفه مزيانه. اما درتوها مره 2 حتى 3 ما كتخرجش. مداومه. انا كنبيسها في شعري. الا ما بغيتوش تبيسوا عليه الفريد، ما بغيتوش تبيسوها في شعركم، كتاخذ واحد شويه ديال زيت الخل تاع التفاح، زيت قلت لك زيت على الخل تاع التفاح،
نديرو واحد المعلقه. انا ما تعجبنيش ريحه الخل، ما تعجبنيش، كنخليها تثبت في شعري انا عادي. هاد المكونات كلهم ما فيهم حتى ضرر، كلهم فيهم غير النفع، كلهم طبيعيين، ما كاين حتى حاجه، ما كاينش مواد كيميائيه، ما كايناش نهائيا كاع. ايوا طبقوها على شعركم. انا ما غنوريكم لا شعر لا والو، بحال غديروا الحنه ديروها في شعركم مزيان، بحال غديروا الصباغه اللي كيدير الصباغه، طبيعيه مغذيه مقويه، كلشي فيها، تمنع تساقط الشعر، تضرب الشيب. اللون الا كان مع الدواء ما كيعطيكم لون بني غامق. وهذا هو، تبقاو على خير، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله وحفظه.